صباح الخير بتوقيتي انا مع صوت زقزقة العصافير. توهم قاعد يصفرون معه اذا بيسمع صوتهم ولا لا. المهم يا جماعه، نفس ما شفتوا قمت من الصبح سيده رحت وتمشيت، والخطوات اللي مشيتهم 4481. صراحه ما حصلت الساعه، فقاعد استخدم تطبيق في التليفون لما اشتري الساعه واشوف لي ساعه زينه، يعني ان شنو الساعه اللي راح استخدمها معي، لكن راح نقزرها بالتليفون. ما الامور طيبه. المهم يومنا في وايد امور نفس ما هو مكتوب في العنوان. اليوم راح ابتدي مشروعي. قبل ما نتكلم عن المشروع وشنو اللي في مخي بسويه، اول شيء خلنا نتفطر لاني جدا جوعان. انا قمت على الريج وتمشيت ما في الا قاعد اشرب ماي، فانا احتاج اني اكل. فصديق الاكل اللي راح يكون معاي هو مع محمد. يا جماعة الخير، هاي صديقي يمكن صار له 10 سنوات من ايام الجامعة. اكثر صدق، ترى احنا صدق شياب، يعني اقول لكم ايام الجامعة ورابع، يعني توش قد محمد خلاص 14 سنة يمكن. اليوم انا مع محمد بقول لكم ليش، في سبب، وهو بعد ما يدري شنو السبب، بس فبقول له الفكرة. بس قبل ما اتكلم صراحة انا وايد جوعان من المشي اللي مشيته، فاحتاج اكل شيء. محمد جبود، يلا فمنطلقين الى محل جبود وبقول لكم شنو هو. سندويشات بو سامي، واللي احنا نسميه مول المحرق سندويشات رشيد. المهم هاي يا جماعه، يعني انا بالنسبه لي افضل محل جبود في البحرين اكل منه، وهاي وجهه نظري انا يعني. ومحمد تقريبا صار له 10 سنوات 12 سنه في البحرين، كان وايد ماكل من محلات جبود، واعترف وقال ان هاي من افضل محلات الجبود عنده اذا ما افضلهم. المهم يا جماعه، انا وايد جوعان ما بسولف، خلاص باكل. عقب الاكل بنقول لكم شو بنسوي. الموضوع يا جماعة الخير اللي أنا بسويه نفس ما قلت لكم، نفس ما هو عنوان الفيديو، إن أنا أبتدي أسوي مشروعي الخاص. هو يوم تحكي عن مشروع خاص هو شيء وايد كبير، بس أنا ببتدي فيه بحجم صغير وبنشوف شلون بنكبر معاه. المهم أنا في يمكن شخصين ثلاث أشخاص من رابعي وغير الناس اللي قاعد تسألني عن سفرة مصر. هي من هني بدأت فكرة المشروع أو فكرة الشيء اللي بسويه. كل ما يسألوني عن مصر أجاوبهم بسبب إن أنا رحت 3 مرات مصر، وصار عندي خبرة في السفرات اللي أسافرها هناك. فواحد من الشباب قال لي رشود ليش ما تسوي لك PDF نفس كتيب صغير وتحط كل خبرتك فيه في هالكتايب وتبيعها حق الناس، فشي يطلع فوق راسي هالون قلت ايه ليش لا. وهاي المبلغ اللي انا بحصله من هالشيء راح يساعدني ان انا استمر في المحتوى اللي اقدمه، وزائد ان انا اقدر اسافر اكثر واكثر واكثر. ولكن انا هالشيء ولا مره سويته في حياتي، وفي اسس كثيره لازم تسويها عشان تبني عليها حق الكتيبات الثانيه، وعشان فكرتك الاكبر اللي تبي توصل له. فيوم قلت حق هالشخص عجبتك الفكره؟ اللي بيصير ان انا بقعد معاه بما انه هو عنده خبره في الموضوع، فراح ارتب الموضوع كامل زين، وراح اقول لكم احنا ناس ما قلت لكم قناتي او محتوى اللي قاعد اسويه او قناتنا او محتوانا، خلينا نقول افضل من اقول انا وانا، لان كلنا احنا مشاركين في الموضوع. ان ابيكم تعيشون هالشيء معي، تعيشون الفكره شلون بدت وشلون سويتها وشلون صارت، وتكونون معاي اول باول، وراح تشوفون اشياء اكثر. حتى يوم بحط الPDF فايل اذا في شيء ناقص قولوا لي وراح يصير في ابديت. يعني نبي نسوي اشياء احنا مع بعض، العائله اللي احنا فيها الحين قاعد نبنيها مع بعض، ابيكم تشاركون معاي في ذي كلها يا بعض. المهم اللي بيصير الحين ان انا ومحمد بنروح نشوف لنا كوفي شوب قعدته هاديه وحلوه، واهم شيء الكوفي اللي بنشربه يكون حلو. بنقعد نتناقش، بنشوف المكان اللي بنروحه ونشوف شنو بنسوي. احنا الحين يا جماعه الخير في كاريبو، الفرع اللي ورا المطار صوب الدير، يعني اسم المنطقه ذا فيلج. مكان وايد حلو وايد فان، وانا احب كاريبو صراحه وايد. راح نخلص الميتنج واقول لكم شنو ملخص الميتنج كامل. المهم يا جماعه الخير، احنا الحين خلصنا الميتنج، احنا الحين برا في كاريبو مو داخل. الحمد لله الميتنج مثمر، فانا راح الخص الكلام بشكل مو طبيعي. احنا تكلمنا في وايد امور وفي تفاصيل اكثر، ولكن انا مو في ذا الفيديو اعطيك التفاصيل، راح اعطيك النقاط، من هالنقاط راح ابني عليها التفاصيل وراح تشوفونها مع الوقت. احنا هنا قعدنا برا ليش؟ على اساس انه خلاص الحين احنا نهاي خلصنا الشتاء وداشين على الصيف، فالجو وايد حلو، فقلنا خلينا نستغل قعدتنا برا وخلاص واحنا ماشيين. فاشوفكم في غرفتي اللي هي غرفه العمليات مالتي ومالتكم، ونتكلم عن شنو الملخص اللي صار، وبعطيكم تفاصيل اكثر حق المشروع. وانا جدا متحمس من بعد القعده، واتمنى ان في الايام اللي الحين بتجي راح تشوفون تطورات جدا عجيبه. ترى حماس الموضوع. المهم يا جماعه الخير، ملخص الميتنج حطيته من الايباد الى الايفون عشان اعطيكم اياه الملخص بكل بساطه، والشيء اللي راح نشتغل عليه طول الفتره بشكل متقطع لما يجهز الشيء او الموقع بيصير موقع مو بس كتيب. المهم خلينا اشرح لكم الموضوع شنو بالضبط. انا فكرت ان انا راح اسوي كتيب، الكتيب فيه كل معلومات الخاصه حق مصر. راح سويت ملخص حق 8 ايام شنو تقدر تسوي في مصر، ومعلومات راح تفيدك بشكل كامل. حلو. في خطه في مخي عقب ما يبرز الكتيب عشان تشجعك انك تشتري كتيب، حتى لو انت ما تحتاجه بعد راح تستفيد من شيء اذا خذيته.
ايش رايك فيني؟ في بالي فكره بسويها كتيب ان شاء الله، راح اشوف شخص ما يقدر يسوي لي اياه، يعني من ناحيه الديزاين، من ناحيه شلون يكتبون كتيبات، لان انا ما عندي خلفيه ولا محمد عنده خلفيه معينه ان شلون نقدر نسوي ذي الشيء. حلو. فاول شيء اللي احنا قلناه عشان نكبر الموضوع بشكل اكبر، مو بشكل وايد عود، يعني هو مصغر بس انه اكبر من بس هو كتيب، لان في نهايه اليوم انت اذا تاخذ كتيب شلون بتشتري، شلون بتدفع، فقلنا انه راح نحطه في منصه، المنصه هي موقع خاص فيني، زين، وللحين ما شفنا الاسم، فبعدها واحد من الاشياء اللي لازم نسويها انه يكون في اسم. اذا عندكم اي اقتراحات حق اسم موقع مختص بالسفر، بس اهم شيء انه مو ماخذينه، يعني مو مستخدمينه، فكتبوا لي تحت في التعليقات، راح اخذ اسم التعليق وراح اخليه صدق هو اسم الموقع، اذا حصلتوا لي اسم يعني شيء اقنعني انا انه استخدمه. فقلنا احنا لازم نسوي موقع، الموقع ذي راح نحط فيه الكتيب، كتيب يحتاج ديزاين، الموقع يحتاج ديزاين، الموقع يحتاج شخص يسوي الموقع، وعشان اقدر احط فيه اللي هو البيمنت ميثود او اللي هو المدفوعات نفسها، انه مثلا شوف ادفع عن طريق البطاقه او كل شيء، لازم يكون عندي سجل، فاحتاج اطلع لي سجل. فتشوفوا التسلسل من هاي الاشياء اللي نحتاجها، هاي اللي راح اشتغل عليه. اول شيء من اولوياتي هو الكتيب، ثاني شيء من اولوياتي هو ان انا اسوي اسم حق الموقع واسوي السجل، وثالث شيء ان انا اشتغل على الموقع واحط كل الامور ذي داخل الموقع، وابتدي ابيع الكتيب. اول كتيب اسوي، وبعدها راح اسوي كتيبات ثانيه في الدول اللي انا سافرتها والدول اللي بسافرها في المستقبل ان شاء الله، وهاي الشيء راح يفيد الكل وراح يفيدني، يعني لان اذا بعت الكتيب المبلغ اللي راح احصله راح اسافر فيه اكثر، واقدر استمر في القناه. تعرفون يعني في نهايه اليوم اذا هو شغلي الرئيسي هو اليوتيوب والسوشيال ميديا، فانا احتاج يكون عندي مصدر دخل، وهو شيء من اللي انا قاعد اسويه في اليوتيوب نفسه. هاي اللي صار في مخي، هاي اللي قالوا لي الشباب سوى، وان شاء الله راح نشتغل عليه ونسويه مع بعض. نفس نهاية كل فيديو هو بداية قصة. مع السلامة وبسم الله نبتدي. شكرا على الزيارة.